ضمن اليوم الثاني من منافسات كأس الدار البيضاء لكرة القدم الشاطئية، حقق المنتخب الوطني للعبة انتصارا جديدا على حساب منتخب تنزانيا بنتيجة 4 أهداف دون رد. أهداف المواجهة افتتح اللاعب بدر القريشلي بتسديدة رائعة، ليستغل بعد ذلك اللاعب زهير جباري خطأ الحارس التنزاني ويسجل الهدف الثاني. فيما الهدف الثالث جاء من رجل اللاعب أنور العباسي، 3 أهداف دون رد نتيجة الشوط الأول. أما المستجد الوحيد في الشوط الثاني هو هدف رابع وقعه اللاعب رضا الزهراوي. آخر الأشواط لم تأتي بأي جديد لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لصالح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية. الحمد لله رب العالمين، هذا كان نوتخ دوزيام ماتش. تفوقنا ايير 9-2، اليوم تفوقنا 4-0 كونتر لا تنزاني. دونك كتعرفوا هذا لو شامبيونا كيتم غادي ديفيسيل ماتش باغ ماتش. دومان سا سرا اون فينال كونتر لا فرانس، دونك اسبيرون كون فا غاني ان شاء الله باش نتوجوا باللقب ديال كازابلانكا هذا العام ان شاء الله. الحمد لله هذا الماتش الثاني ديالنا. الحمد لله من بعد واحد المجهود الكبير اللي كيدار في الخفاء استطعنا اننا نسجلوا 4 الأهداف في هذه المباراه الثانيه، وبذلك نكونوا اننا على بعد فاصل قريب باش اننا ندوي التورنوا. ان شاء الله مازال قدامنا الماتش ديال غدا باش ناخذوا فيه 3 بوان ان شاء الله ونحققوا انتصار في هذا التورنوا اون جينيرال. المنافسة إذن ستتواصل الأحد بإجراء آخر المواجهات بين المنتخب الوطني ومنتخب فرنسا، الفائز على منتخب بلجيكا في المباراة الأولى ليوم السبت ب4 أهداف ل2.